اخويا الكبير. انا خطيبك، انا حبيبك، انا كل حاجه معايا في كل حاجه، كل خطوه انا بعملها في حياتي هو اقرب واحد ليا في كل حاجه. عايزه تخرجي، عايزه تمسكي ايد واحد، انا موجود. ما عنديش اوبشن الارتباط ده. عايزه تكلمي واحد، عايزه واحد مش بيكلمك وانت عايزه تكلميه، كلميني انا وانا هروح اخليكي تكلميه. يعني مصاحبك لدرجه ان انت عشان ما تعمليش حاجه غلط. عجبني جدا. مثلا عايزه واحد يكلمك كلمه كده، عايزه تعرفي على حد، تعالي قولي لي. هو فعلا اي حد مثلا بيكلمني أو بروح له اول واحد. في حد كان عايز يكلمني ورحت حكيت له بكل حاجه وقلت له الصراحه وقلت له فعلا في حد كلمني وانا مش قلت لاي حد ولا بقول لاي حد. انت رحت تعرف من بعد ماما. يعني انا بتمنى من ربنا، بقولك بتمناها ان ابقى زي اخويا في كل حاجه، في حنيته، في طيبته، في كل حاجه. اكتر حاجه مقرباكي لاخوكي؟ ان هو دايما بيسمعني، ودايما بحكي له كل حاجه، حتى لو الحاجه دي تافهه، حتى لو المشكله مثلا تخص حاجه في البنات قوي، مثلا مونوكير مثلا، بيبقى معايا مشاركني في كل حاجه. هو مشاركني في كل حاجه بجد. الو، ايوه. انت عندك شغل ولا فاضي؟ قول يا حبيبتي. بص، الجامعه هنا عامله رحله تبع دهب وانا عايزه اطلعها. فكك يا حبيبي من الحاجات دي دلوقتي، عشان يعني مش وقت الكلام ده. طب انت هتعوضني وتطلعوا لي؟ بس انا دلوقتي بتكلم عشان انا دلوقتي قدامهم كلهم، وانا قلت ماشي هطلع، بس قلت لهم هقول لاخويا. لا مش هينفع طبعا تروح ده. كام ساعة؟ اما هو هيبقى اسبوع. اسبوع؟ اه طب مش عايز اقول كلام مش كويس عشان بس يجي معاك دلوقتي. خلاص، هو في بص، هو في اسبوع وفي 3 ايام. ولا حتى ساعة. طب انت هتطلعوا لي طيب ولا ايه؟ لا يا حاضر اطلع لك. خلاص ماشي، انا خلاص بقى هقول لهم ان حسن اخويا يطلعوا لي. لو قلت لك اي حاجة انت عايزاها انا هعملها لك، حتى لو بترافض انا بعملها لك. اللي تطلبيها يكون وانا عارفه، وعشان كده انا بقول لك خلاص حقك عليا ومش هعمل كده تاني. ماشي يا حبيبتي خلاص. انت خلاص مرضي؟ ما بزعلش منك. يا حبيبي خلاص، انا بحبه قدام العالم كله. لا، وعارف ان هو مكان بابا، ولا انت مش عارف حاجه زي دي؟ اكيد طبعا. احكي لي اكتر موقف انت فاكراه بينك وبين اخوك الكبير. كان في ثانويه عامه، كنت متضايقه بقى وكان ضغط بقى خلاص، يعني كان اخر الشهور. انت في ثانويه عامه؟ وكنت خلاص حاطه الملازم كلها قدامي. كانت الساعه 2 بالليل وهو شغل 9 الصبح، فهو المفروض ان هو نايم خلاص. ومره واحده انا زقيت كل الملازم، قلت انا مش هكمل ومش هقدر، مش هحقق الحلم اللي انا عايزاه. طبعا انهارت، ولا بابا عارف يسكتني ولا ماما. اخويا التاني مش عارف يسكتني، انا مش هكمل. وبابا كمان قال لي خلاص اهدي انت، انا انهارت جامد. قال لي خلاص طيب، تولع كل حاجه، المهم تبقي كويسه. خلاص انا ما تكمليش وبس دماغي، خلاص. قلت له لا، انا نفسي اعمل لكم حاجه بس انا مش قادره، الضغط وحش. بصراحه هو جه الساعه 2:30 بالظبط. هو جه دخل لي كل حاجه انا بحبها، عارف انت الستنج والشوكولاتات اللي شوكولاته كتير داخل لي. قال له خلاص بقى انا مش هعيط، انا هضحك بقى خلاص. وهداني وبس ايدي وبس دماغي وقال لي اهدي انت عايزه ايه طيب؟ قلت له انا حاسه انا مش هحقق اللي انتوا عايزينه، انا مش قادره. قال لي لا انت قادره، بس انت اهدي شويه. وقعد يتكلم معايا وهداني بكل الطرق اهدي، وقعد يقول لي بقى كلام يحفزني كتير. قال لي انت قدها، انت بكره هتبقي حاجه، وانا واثق فيكي، انت هتبقي حاجه كبيره، وانا انا بقول لك اهو، وانا واثق تبقي حاجه كبيره في احسن الجامعات. وقال لي مش تخشي جامعه حلوان، هتخشي جامعه عين شمس. وفعلا دخلت جامعه عين شمس ودخلت حقوق زيه. وهحقق الحلم بتاعه. قال لي هو محامي، فانا دخلت برضه ابقى محاميه زيه. هو انت طالعه وهو مثلك الاعلى اصلا يعني؟ هو مثلا من بعد بابا، انا بتشرب بيه في كل حته، هما الاثنين بصراحه. فعلاقه حب قوي. مش اخوي، ده خطيبي. طيب اللي هو الكلام اللي هو قاله ده هو اللي اداك البوش اللي خلاكي تكملي اصلا؟ هو بقى في الفتره اللي فاتت كلها بتاعت ثانويه عامه كلها هو كان جنبي، مع انه هو كان المفروض يشتغل في بيته وكده، لا لكن هو فضل جنبي وكان يجي من شغله يفضل معايا. تعالي ننزل نخرج، تعالي ننزل نلف شويه، ما تكبتش على نفسك. يجي ياخدني من الدروس مثلا، تعالي نلف شويه عشان ما الضغط مش عليكي وحش. الصراحه بصي يعني هي حاجه بسطاني جدا، يعني ما شاء الله عرف يوصل لك اللي هو عايزه، وعرف يخليكي تعملي اللي هو عايزه بطريقه حلوه، واداكي اللي انت محتاجاه. عايزه يكون بمزاج انا كمان برضو، فدي حاجه انا مبسوطه بيها جدا. بص، عايزك تتصلي بقى بيه تاني، تشكريه ان هو عمل معاكي كل حاجه حلوه زي كده، تشكريه على كل حاجه، وتقولي له انت فاكره ان انت فاكره له كل حاجه حلوه انت عملتها معايا، وتحكي طلعي اللي في قلبك لو انت بقالك كتير ما بتطلعيش اللي في قلبك. لسه متخانقين امبارح. الو، الو. ايه يا حسن؟
بص انا بشكرك على كل حاجه عملتها معايا، كل حاجه انت وقفتها جنبي فيها، وفاكره لك كل حاجه مش ناسيها. ايام ما كنت ثانويه عامه، اما انت كنت اما جيت لي الساعه 2 بالليل لما كان عندك شغل الصبح الساعه 9، وانا كنت منهاره وانت الوحيد قدرت تسيطر عليا. وسلاسل الفضه اللي جبتها لي وضاعت كذا مره وجبت لي كذا واحده بعد كده. يا حبيبتي انا ماليش غيرك يا بابا. وطبعا انا قدام كله يعني بتشرف بيك وبقول انت مثل الاعلى في كل حاجه وانت مكان بابا في كل حاجه، يعني ربنا يخلي لنا بابا ويطول في عمره، بس انت برضك مثل الاعلى في كل حاجه. يا حبيبتي انت اللي تطلبيه يكون عندك، وانت عارف حاجه زي كده، تطلبيه مني وانا تحت امرك. انت ربنا يخليك ليا. ماشي يا حبيبتي. بص احنا بنصور فبنستأذنك ان احنا نذيع، بس مش هبين وشي. ماشي يا بابا، بس اهم حاجه بس ما وشك ما يبانش. خلاص ماشي. تمام، اهم حاجه بس في الموضوع ده كله يكون وشك ما يبانش بس.